الراعي الرسمي للمدارس والسندوتشات المدرسة، عملته معاكم قبل كده بطريقة ومقادير روعة. النهاردة هعمله معاكم بطريقة ومقادير جديدة، وإن شاء الله برضو هيعجبكم جدا. هسمي الله وهجيب معايا نص كيلو من صدور الفراخ، وهضربه كده ضربة اخليه خشن. بعد كده هضيف عليه 3 بيضات، واربع معالق كبار من الدقيق او الطحين، واربعة نستو. فايدة النستو هنا ان هي بتدي اللانشون قوام ناعم، وكمان قيمة غذائية. لو حابة توحدي المقادير تخليه 4 بيض 4 دقيق 4 نستو مفيش اي مشكلة، ونص كوباية من الزيت. بس انا حبيت اعرفك ان هو ينفع برضو يتعمل ب3 بيضات بس. هحط التوابل هكتبها لكم كلها، ومكعبين مرقة، وهفضل اضرب فيه بقى ضرب مبرح لحد ما يبقى ناعم خالص، يعني اكتر من البيوري. يعني مش عايزاه قوام ان هو كان فيه فراخ او اي حاجة، لا قوام ناعم جدا. واللون الاحمر الغذائي بتحطيه حسب ما يرضي عينك، يعني حسب انت عايزه اللون اغمق افتح، ده بتاعكم انتوا. شوفوا انتوا عايزين اللون اللي انتوا عايزين توصلوا له، يعني اللون الغذائي ده ملوش مقدار. حطيت عليه شويه من الفلفل الاسود الحصى، وما ضربتش طبعا عشان انا عايزاه صحيح كده، بيدي لون ونكهه حلوه قوي للانشون. اهم تكه في الموضوع بقى ان انا اقفل عليه هنا في الاسترتش كويس جدا. فردت الاسترتش وحطيته. انا عامله ما شاء الله النص كيلو ده هيعمل معايا رول كبير جدا. لو حابه تقسميه تعملي رولين صغيرين او متوسطين مفيش مشكله، بس انا حبيته اعمله واحد كده على بعضه. قفلته كده بالسكرابر بتاع التورته وضغطته كويس جدا، وبعد كده كمان بعد الاسترتش بقفله كويس قوي بالفويل. شايفين بقفل عليه جامد ازاي عشان عايزاه يطلع مضغوط وما يطلعش فيه اي فراغات هواء. جبت كده صينيه فيها ميه مغليه على النار، وحطيت فيها شويه فلفل اسود حصى، وهحطه وهغطيه 50 دقيقة بالظبط على النار. انا هنا حطيته في صينية لان الرول هنا ما شاء الله معايا كبير جدا. شايفين لونه وشكله وملمسه، ولا بيفرول ولا بيقطع ولا في اي حاجة. ممكن كمان تقطعوه تقطيعة ارفع من التقطيعة اللي انا بعملها دي. عايزه اقولك ان انت لو جبتي اصلا نص كيلو فراخ بانيه يا دوبك هيعمل معاكي سندوتشات يوم واحد بس في المدرسه، مش هيعمل معاكي اكتر من كده. انما هنا النص كيلو في اللانشون ده بيعمل معاكي ما شاء الله كميه مهوله، وطعمه بيطلع حلو جدا. وفي بيض كمان قيمة غذائية للولاد اللي ما بيحبوش ياكلوا البيض. شايفين ما شاء الله شكله ولونه وقوامه.